السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي خواتاتي، مرحبا بكم في فيديو جديد اللي نتمنى يلقاكم بصحة جيدة وفي أحسن الأحوال. اليوم إن شاء الله غنديروا طريقة أخرى، يعني طريقة مغايرة باش نفصلوا بونطالون اللي كيكون بونطالون لارج اللي غادي نحتاجوه بالنسبة لهذا الصيف هذا. فكنحتاجوا دي بونطالون يكونوا دي بونطالون لارج. لهاد البونطالون هذا غنستعمل هاد الثوب اللي هو ثوب الفيبرا. بالنسبه للميتراج اللي عندي فيه 1.20 في الطول. كيف كتشوفوا عندي 1.20 في الطول. وبالنسبه للعرض، فالعرض ديالو عندي فيه 1.30 سنتيم. عندي يعني ما فيش 1.5 متر، ما فيش 1.5 متر كامله بالنسبه للعرض ديالو. نتوما خذوا الثوب اللي غيكون فيه 1.5 متر في العرض، يعني اللي غيجيكم مزيان على حسب. باش الا كانت طاي كبيره غتحتاجوا الثوب اللي غيكون فيه 1.5 متر في العرض. كيف كتشوفوا معايا هنا الثوب الثانيه او طاويه الثوب على زوج، كيف كتشوفوا امامكم. بالنسبه للقياسات، فهنا غنجي لهاد الجهه هادي وغادي نجي الجهه الفوق هنا، وغادي ناخد فيها الدوره ديال الحزام. بالنسبه هنايا انا درت 30 سنتيم كتشوفوا معايا. وفي الاسفل غادي ناخد 42 سنتيم في العرض بهذا الشكل هكذا. غادي ناخد 42، والجهه الاخرى غناخد العكس، يعني هنا غادي ناخد 30 وفي الجهه الاخرى غادي ناخد فيها 42، يعني غادي نعاكسهم، يعني كل وحده غتجي في عكس الاخرى. بعد غادي نطراسي هاد لا لين هادي. راه هاد الطريقه هادي كنفصلوا بها هاد الجوب، كنفصلوها حتى بهاد الطريقه هادي. هنا انا فصلت لو جيب، راه كاين القناه، كاين عفوا فيديو على القناه ديال لا جيب مفصله بهاد الطريقه. ودابا غادي نفصل بهاد الطريقه نفسها، غنفصل بها بونطالون بهذا الشكل هكذا كيف كتشوفوا معايا. بهذا الشكل هكذا ممكن ديروها كذلك. و دابا غير تنيتو باش تشوفوا الطريقه فايته مفصله بها جوب في القناه. غادي نجي دابا وغادي نقطع او نفصل هاد الجزئين هذا، يعني كل واحد فهو مفصل عكس الاخر، يعني بحال درنا كيف تنقولوا حنايا الداخله في الخارجه كيف كتشوفوا معايا. من بعد غادي نقلب الثوب، يعني غادي نقادو، نرجع الحزام على الحزام والاسفل ديال البونطالون مع الاسفل بهذا الشكل هكذا كيف كتشوفوا. غادي نحيد هاد لا ليزيير او الحاشيه ديال الثوب، نحيدوها كيف كتشوفوا معايا. بالنسبه لهاد الجهه المغلقه فهي كذلك غادي نفتحوها. بهذا الشكل هكذا. ودابا غادي ننزلوا القياس ديال البونطالون، غندير 27 سنتيم، غادي ننزل ب5 سنتيم ديال القيمه ديال الاستيك، وغادي ننزل ب27 سنتيم، وغادي ندير القاعده بهذا الشكل هكذا. ثم غناخذ جهه الامام، والقاعده ديال الخلف دائما كتكون كبر من القاعده ديال الامام. هنا غنزل ب3 سنتيم بالنسبه للامام فقط، كنزلو ب3 سنتيم.
ثم دابا غادي نبداو في قص البنطلون بهذا الشكل. ثم غناخذوا الجهه الامام فقط اللي فيها اللي نقصنا منها 3 سنتيم، لان دائما الامام تيكون ناقص على الخلف بهذا الشكل. كنقادو دابا القطاع. ثم دابا غادي نجو لهنا الاسفل، غنطلع ب3 سنتيم وغادي نقاد الدوره ديال البنطلون من التحت باش ما يجينيش مقنت. كذلك هنا يطلع بواحد 3 سنتيم، وغادي نقاد الدوره ديال السروال من الاسفل كما كتشوفوا معايا بهذا الشكل هكذا. ثم دابا غندوزو القاعده ديال الامام، غادي نقصوا منها واحد 3 سنتيم، لان دائما كيف كتعرفوا ان القاعده ديال اولا فوخش ديال الامام كتكون صغر من القاعده ديال الخلف. وغادي نقصوا بهذا الشكل هذا. يعني طريقه سهله باش نفصلوا السروال، كيجي زويون، كيجي سروال غزال، سروال لارج سورتو من لو با ديالو كيجي السروال هكذايا كله عريض. من بعد ما كملنا الفصاله غادي ندوزو دابا للخياطه. اول حاجه غادي نديرو اننا غادي نخيطوا لي فورش ديال الظهر، القاعده ديال الظهر وكذلك القاعده ديال الامام. من بعد ما خيطتهم كيف كتشوفوا جاو بهذا الشكل هكذا. كذلك خيطت الخلف بهذا الشكل هذا. ثم دابا غادي ندوزو غادي نخيطوا الجوانب ديال السروال، جانبين بزوج. يعني نمشيو نخيطوهم. من بعد ما خيط الجوانب بهذا الشكل هذا، دابا غادي ندوزو نخيطو لتحت ديال السروال، يعني من جهه القعده والرجلين. يعني خياطه سهله، فيها شي حاجه اللي هي كومبليكي ولا معقده. بعد ما خيطتو بهذا الشكل هكذا غادي نجو كذلك الاسفل ديال الرجل ديال السروال، غادي نديرو العطفه، غادي نديرو لوغلي ليها. ثم بالنسبه للحزام غادي ناخدو لاستيك. هنا خديت لاستيك فيه 74 سنتيم. اول حاجه غنديرو غادي نخيطو بهذا الشكل هكذا. بعد ما خيطتو كتشوفوا غادي ناخذ الوسط ديالو، غندير علامات على الوسط بهذا الشكل هكذا. ثم غادي ندير الوسط على الوسط، وغادي ندير علامه على الجوانب بهذا الشكل هكذا. وغادي دابا ناخذ البنطلون، وكل خياطه غادي نوضع عليها العلامه اللي انا درتها على الاستيك. يعني غندير كل علامه درتها غتجي على الخياطه باش لاستيك هكذا غادي يتوزع بطريقه متساويه على البنطلون كامل. غادي نثبتهم هكذا بالدبابيس بالفنايات بهذا الشكل هكذا. كيف قلت لكم هاد الطريقه هذه باش يجيني الاستيك متوزع بطريقه مزيانه. وغادي نمشي دابا للماكينه وغادي نخيط لاستيك. بعد ما خيط لاستيك جا بهذا الشكل هذا كيف كتشوفوا، كيجي لاستيك مقاد موزع مزيان بطريقه متساويه.
وكنحصلوا على بونطالون لارج بهذا الشكل هذا. كيجي كيف قلت لكم رائع في اللبسه، طريقته سهله بزاف، طريقه الفصاله ولا طريقه الخياطه ديالو فهي سهله بزاف كيف كتشوفوا معايا. غادي ندوزو دابا نشوفوا على المانكان. وهكذا جا البنطلون او السروال، جا بهذا الشكل هذا كيف كتشوفوا، كيجي عريض من التحت، كيجي غزال في اللبسه. نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. بالنسبه لاطاي ديال هذا السروال فهو كيلبس الام. نتمنى ان هذا الموديل هذا يعجبكم وتكونوا فهمتوا الطريقه ديال الفصاله ديالو. ما بقى لي الا نودعكم، دمتم في رعايه الله والى اللقاء.